عفوا. زي ما قلت لك انا 39 سنه من محافظه القاهره. طيب النهارده انا جاي اشارككم بحاجه من اقوى الحاجات اللي اللي موجوده ديت، المفاجاه اللي هقولها في الاخر. والنهارده جاي اقول لك على سؤال بيتسال لي، هو يا كوتش هو البيزنس بتاعكم دوت المفروض ان ناس بتجيب ناس علشان ناس تاني تخش وناس تاني تعمل وناس تاني مش عارف تجيب ايه وتعمل ايه وتسوي ايه؟ تمام. طيب انا عايز بس ايه افصص الموضوع ده كده باستفاضه. عايزك بس تركز معايا جدا في النقطتين اللي انا هتكلم فيهم دول. يعني ايه ناس بتجيب ناس؟ الكلام دوت موجود في كل حاجه في حياتنا، من اول من اول سيدنا ادم وستنا حواء الى قيام الساعه. لو سيدنا ادم وستنا حواء ما كانوش موجودين، ما كانش في حد في الكون كله كان هيبقى موجود. تمام. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان حصل النسل دوت بدا يطلع عدد ناس كتيره جدا جدا جدا، وبدا يبقى فيه التكاثر اللي موجود في الدنيا في كل حاجه. تمام. طيب تعالى نمسك كده اي وظيفه في الدنيا. انت النهارده فتحت السوبر ماركت دوت انت معتمد فيه بعد ربنا عز وجل على الناس. يعني لو ما فيش ناس جت اشترت منك، فاصبح انت بمنتهى البساطه عملت ايه؟ هتقفل المكان ده، مش هتفتح. ليه؟ لان مفيش حد بيجي يشتري منك. ولو ما ميزتش نفسك بقى بشويه عروض وشويه حاجات، فبالتالي هتلاقي الموضوع مختلف معاك تماما. طيب لو انت مثلا نجار موبيليا، فالنجار الموبيليا بيبقى في عنده مقص وفي عنده مش عارف ايه، شويه معدات وشويه حاجات وحاجات زي كده. الحاجات ديت مهم جدا جدا انك انت تبقى مركز في كل بوينت منها، لان كل الناس ديت هي عباره عن حلقه كلها مسلمه لبعضها. لو النجاي مش موجود، لو الاستويجي مش موجود، لو المنشاي اللي بيقطع اللي بيعمل بيسوي، ما كانش صاحب المكان قدر ان هو يوصل للنجاح الكبير جدا 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 اللي احنا بنتكلم فيه. فديت نقط مهمه جدا لازم انت تبقى فاهمها كويس جدا، علشان ما تبداش انك انت تحلل فيها كتير. اي حاجه في الدنيا هي مبدئيا هي اساسها هي الناس. اي حاجه في الدنيا، تعالى كده ابدا شوف العربيه، لو مفيش ميكانيكي بيصلحها لك هتلاقي الموضوع معاك مختلف تماما، صح ولا لا؟ طيب تعالى شوف الفوين. ما ينفعش النهارده الفوين يبقى فيه فريق كامل لازم يكون شغال، من عجان، من خباز، من واحد بيقف على السي، من الى النهايه. كل ديت متوقفه على الناس. طب لو النهارده انت طلعت العيش ومفيش ناس بتيجي تشتري منك، فانت وقفت تماما. التجاره بتاعتنا يا شباب زي اي تجاره في الدنيا، ولكن انا النهارده بقدر املكك مشروع متكامل. بدل ما حضرتك بتيجي تبدا ما معكش رؤوس الاموال اللي انت بتقدر من خلالها تعمل مشروع تقليدي على ارض الواقع، وبيكون في نسبه مخاطره كبيره جدا، انا بخليك ان انت تعمل مشروع في مجال التجاره الالكترونيه وتقدر من خلاله توصل ل 20,000 جنيه. طب ازاي بقى الحدوده دي بتحصل، وازاي ان انا بقدر اوصلك للكلام ده كله؟ هو ده اللي انا النهارده جاي اقول لك عليه، انك انت تقدر تيجي وتبدا تقعد معايا على ارض الواقع عشان تفهم كل بوينت من ده. ما هو مش معقول كمان انا هبقى النهارده بقول لك على مشروع ب 20,000 جنيه وهاجي اقوله لك كده فين؟ وهاجي اقوله لك في تليفون ولا في مكالمه ولا في لايف ولا في حاجه زي كده؟ ده مستحيل. طب احنا يا كوتش بنقدر نوصل؟ يعني سؤال ده انا بطرحه لك دلوقتي. طب انت يا كوتش، انا واحد في الصعيد، انا واحد بايا مصر، انا واحد هنا، انا واحد هنا، هعرف ازاي اجي لك على ارض الواقع؟ احب اقول لك ان احنا النهارده متواجدين في كل حته، مالكش دعوه. انت بس كل اللي عليك انك تعمل ايه؟ انك تكون مبادي ان انت فعلا عاوز تعمل ايه؟ ان انت عايز تعمل الارقام دي. لكن انت متخيل انا هاجي وراك عشان اخليك تعمل الارقام دي؟ انت تبقى فاهم غلط. دي نقطه مهمه جدا جدا لازم انت تبقى فاهمها. ديت حاجه. الحاجه الثانيه، ما تسال نفسك سؤال مهم، هو انت فعلا محتاج تعمل مشروع ولا لا؟ تعالى نحسبها بالبلدي واحده واحده كده. دلوقتي لو انت شاب النهارده ماشي، هو ما بتفرقش كتير دلوقتي، الناس اللي متجوزه والناس الشباب عايزين يكونوا نفسهم ومستقبلهم وكلام من هذا القبيل، فمحتاجين حسبه من نص مليون لمليون جنيه. طب الناس المتجوزين عايزين يامنوا مستقبلهم ومستقبل عيالهم، ونفس القصه. يعني المليون جنيه هم اصلا يعني لو عنده ولدين ثلاثه ولا بنتين ثلاثه فهو ده ربنا يعينه يعني. فالفكره من الاثنين انك انت كده ولا كده هتحتاج ان انت تزود دخلك، وهتحتاج ان انت تعمل مشروع. طيب تعالى نحسبها حسبه بالبلدي كده، علشان انا هنا دوري ابيع لك مستقبلك، مش ابيعه لك في الهواء، ولكن ابيعه لك بالمنطق. تعالى نتكلم. ال 3000 جنيه دول لما تضرب 3 في 12 ب 36,000 جنيه، يعني هتقعد 3 سنين علشان تعمل لك 100,000 جنيه. يعني هتقعد حوالي بتتكلم يعني مثلا 9 سنين عشان تعمل لك 300,000 جنيه. طب عشان توصل لنص مليون محتاج لك 18 سنه. طيب
انا عايز اسالك سؤال، هو النص مليون اللي انت هتعمله بعد يعني بعد 20 سنه تقريبا، تفتكر هي قيمته هتكون زي ما هي؟ تفتكر انت مش هيحصل لك اي ظروف ولا اي ضربات في الوقت دوت؟ فبالتالي انا عايزك بس تحسب الكلام ده بالورقه والقلم وبالعقل، ما تبقاش انت مستكبر ان انت تفهم، يعني ان انت تفهم، ما تستكبرش على ده. مهم جدا جدا انك انت تركز في كل بوينت من اللي انا بقوله لك، وتحسن الظن في كل حاجه. انا مش دوري هنا ان انت تخش البيزنس، تخش ما تخشش مع انك ما دخلت. هي الفكره كلها مش في ان انت اصلا تبدا معايا ولا ما تبداش معايا، ولا تخش ولا ما تخشش. الفكره ان ازاي توصل ليك المعلومه، وهو ده الفرق ما بينك انت وما بين اي حد تاني بيبدا يعمل ايه، بيبدا ان هو ياخد فكره المشروع. الاختلاف ما بينكم انتوا الاثنين هي شعره، وهي الشعره ديت هي ايه؟ هي استقباله لكل كلمه من اللي انا بقولها. معلش، هو انا النهارده لما انت تعمل 20000 جنيه، طب ما انا هكون عملت لك 40000 جنيه، لما انت توصل ل 100000 جنيه هكون انا وصلت ل 200000 جنيه، ما في الاول وفي الاخر مصلحه متبادله. طب كل الكلام ده بيحصل ازاي؟ هو دوت بقى لو انت حابب فعلا تعرفه، هتيجي تقعد معايا على ارض الواقع، وموجود في كل محافظات مصر. تخيل انت بقى لو انا كنت بشتغل بالنظام التقليدي علشان ابقى موجود في كل محافظات مصر، كنت هحتاج ايه؟ ملايين الدولارات عشان اقدر افتح في كل محلات مصر، صح ولا لا؟ لكن دلوقتي من خلال التجاره الالكترونيه ومن خلال التيم والليدرز اللي موجودين، وهي دي بقى النقطه الثانيه اللي انا جاي اكلمك فيها، حته ان الناس اللي بتسالني انت سبت الشركه المسبقه ليه ودخلت في شركه ثانيه ليه؟ طب ما هي لو كانت حلوه، لو كانت مش عارف ايه، لو واللولوه بتاعتكم دي كلها. طيب انا عايز اسالك سؤال، لو انت شغال في اي مجال ولا في اي حته، ايه اللي هيحصل؟ انت شغال مثلا هنفترض في محل مثلا موبيليا، فربنا كرمك جمعت قيشين، ايه اللي هيحصل؟ انت النهارده هتفضل شغال زي ما انت، يبقى انت دماغك هي مربوطه على حاجه معينه. الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان انا النهارده لما شفت رؤيه وشفت فيجن وشفت خطط وشفت حاجات كتيره جدا، بدات ان احنا دايما في التجاره الالكترونيه بنشوف الاحسن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا شفت حاجه افضل، وحاجه هتقدر تخليني ان انا احقق نجاح اسرع ونجاح بطريقه كويسه جدا، وبابسط الامور اللي انا كنت موجود فيها، واقدر ان انا اعمل دوت. طب وليه لا؟ ده اللي ما يحبلكش الخير في الوقت دوت يبقى هو انسان منافق، يبقى هو انسان مش كويس. ولذلك الفكره ان حب لاخيك كما تحب لنفسك. يعني انت النهارده ايه اللي انت عايزه من واحد النهارده شايف فرصه احسن؟ عايزني ليه افضل مبلغ جنبك؟ عايزني ليه افضل بدماغك وبالتحليل؟ طب ما احنا ما عندناش وقت للكلام ده. فمهم جدا ان انت تفهم كل بوينت من ديت علشان تريح نفسك، بدل ما تسال انت سبت ليه وعملت ليه وسويت ليه، ما تسال هو ايه المجال اللي انتوا عمالين بتتكلموا عليه دوت، وعمالين بتتكلموا على ارقام وبتوصلوا منه لنجاحات وعربيات وشيكات كبايه. ما تسال على الحاجات دي، مش الحاجات دي اللي هتفيدك. طب هيفيدك في ايه انا سبت ليه ولا عملت ايه؟ هيسيبك يعني ايه اللي هيفيدك؟ انا عملت مليون ولا 2 ولا اكتر ولا اقل؟ ايه اللي هيفيدك من ده؟ انت عايز تعمل دوت ولا لا؟ اسال نفسك السؤال ده، كبر مخك علشان مخك يعمل له ستيتش، وتبدا تطلع لمستوى تاني علشان تبدا تخش في المجتمع، وتبدا تفهم اساسيات البيزنس، وتبدا تفهم ازاي بنعمل الحاجات دي كلها. ما تفضلش واقف زي ما انت، ما تفضلش قاعد زي ما انت وتقول بكره انا هعمل، بكره انا هسوي. صدقني بكره بتاعك ده مش هيجي. وهنتكلم انا وانت، انا بقالي في البيزنس 3 سنين، الناس اللي انا مكلمتهم وكانوا في الاول بيتكلموا بطريقه سلبيه، ايه اللي حصل؟ هم زي ما هم وانا في حته ثانيه خالص. الفكره هنا في ايه؟ الفكره هنا انت فعلا عايز توصل لده؟ انت فعلا عايز تعمل ده؟ ما هو في حاجه النهارده بتعمل 20000 جنيه وبتعمل 30000 جنيه، واحب اقول لك على المفاجاه، النهارده بيتعملوا في الاسبوع مش في الشهر. طب ازاي؟ كل ده هتعرفه لما تبدا تقابلني، لما تبدا تقعد معايا، علشان تستفاد من كل كلمه من الكلام اللي انا بقولها لك دي. بجد بجد انا بتكلم لاني انا كنت واحد منكم، وكنت واحد بسمع زيكم، وكنت واحد في الاول وفي الاخر مش مصدق اي حاجه من الكلام دوت. ليه؟ لان انا كنت فاهم التجاره بشكل معين بطريقه معينه، ولكن اما بدات اسال على التجاره الالكترونيه وبدات اشوف وبدات افهم هي ايه، وبدات ان انا ابقى في حته ثانيه تماما، قدرت ان انا من خلالها اعرف فعلا ان هنا هنقدر ان احنا نعمل ايه؟ نعمل نجاح قوي جدا، هنوفر حاجات كتيره جدا، عشان الحاجات الكتيره جدا هتقدر تخلينا ان احنا بدل ما نصرفها في التجاره التقليديه هنقدر نستفاد منها في التجاره الالكترونيه. بجد ربنا جعل ابن ادم قيمه يعني على اي حاجه في الدنيا. انت بجد بجد حد جميل وحد كويس وحد فعلا عايز يعمل حاجه.
فبلاش الخوف اللي كان عندي. انا كنت واحد خايف، وكنت واحد مش مصدق، وكنت واحد بقول حاجات كتيره جدا، بس الحمد لله ان الكلام دوت ما خدش مني وقت، يعني بكبير قوي خدت فيه يومين ما خدتش فيه اكتر من كده، وكنت بدات البيزنس ده. فانت كمان تقدر تبدا حاجه زي كده، بس طول ما انت لسه مش فاهم انا بقول لك ما تبداش. طب تبدا امتى؟ لما تفهم. وهي دي النقطه اللي انا هختم بيها معاكم. ربنا يوفقكم، وان شاء الله تقدروا تعملوا نجاحات قويه جدا، وتقدروا ان شاء الله من خلال النجاحات ديت تقدروا توصلوا ان شاء الله للتايجز والحاجات اللي انتوا عايزين. ربنا ان شاء الله يوصلكم لكل واحد اللي هو عايز يوصل ليه، واجتهد عشان ربنا عز وجل يكرمك، لان ربنا عز وجل قال ايه؟ قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت لازم تتغير، لازم تتحرك عشان ان شاء الله ربنا يكرمك، وتقدر ان انت توصل، وتقدر ان انت تعرف كل الكلام ده. ما تعملش زيي، ما تحاولش ان انت تاخد اليومين اللي انا اتاخرت فيهم دول كانوا سبب في ان كانت حاجه راحت مني، يعني كان عرض وكانت مفاجاه كبيره جدا. فما تحاولش اي فرصه تجيلك تبدا تحلل فيها بالشكل الايجابي. طب احلل فيها بالشكل الايجابي ازاي؟ هو الشخص اللي بيتكلم دوت هو عايز مصلحتي؟ هو فعلا عاوز ان انا اعمل زيه؟ هو فعلا عايز ياخد بايدي لبي الامان؟ هو فعلا عايز يوريني المستقبل اللي هو بيقول هيبيعه لي فعلا؟ انا هنا ببيع لك مستقبلك. لو انت عايز تشتري يلا بينا، وتبدا ان انت تطيح في ايضك اللي هي الخصبه الحلوه، بدل ما انت عمال شغال عند الناس او شغال في وظيفه اللي هي اصلا لا هتقدمك قدام ولا هترجعك لورا، بل بالعكس هتفضل واقف زي المسمار، ولا منك ان انت يعني بتعمل حاجه، بل بالعكس عمال بتدق فوق دماغك، وعمال ضغوط الحياه كلها فوق دماغك، ومفيش حد يحمق ولا الحياه يحمق. وفي الاخر يبقى تيجي تعمل ايه؟ هتقعد على القهوه هتشتكي وهتقول الدولاي والناس والبلد والمش عارف ايه وايه، وهتفضل تجيب هم الدنيا فوق دماغك. صدقني انت دلوقتي تقدر تعمل حاجات كتيره جدا جدا، لان احنا اللي اخترعنا الكمبيوتر، احنا اللي اخترعنا كل حاجه في الدنيا. انت انسان جميل وظريف، وفعلا لو بدات تفكر شويه هتعرف كل كلمه من اللي انا بقولها لك ديت. وان شاء الله ان شاء الله تعملوا نجاح يكسر الدنيا كلها ليك، سواء معايا او مع اي حد، او ابدا في اي حاجه. ما تستناش، انت عندك موهبه، ابدا الموهبه دي طلعها في اي حاجه بقى، حاجه تكون صح وايجابيه. لكن ما تستناش لنفسك ان انت تفضل قاعد زي ما انت وتقول انا عاوز انا عاوز انا عاوز، وتبقى بتحلم وبتتمنى، والاحلام هي كلها احلام في النهايه. امتى بقى تحقق الاحلام ديت؟ امتى بقى ان انت تطلع لحته ثانيه خالص؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، وهو ده اللي انا بنصحك بيه. بالتوفيق يا رب، ان شاء الله تكونوا على خير. خش عندي على البروفايل، ابدا النهارده ابحث شويه، ابدا النهارده اتفرج، ابدا النهارده خش على الماسنجر قول لي انا عايز اعرف تفاصيل، وباذن الله باذن الله هحدد لك مقابله نتقابل فيها انا وانت، وان شاء الله ان شاء الله اعرفك كل التفاصيل، واعرفك كمان المفاجاه اللي موجوده لمده 48 ساعه. بصراحه هتبقى مفاجاه قويه جدا 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 لكل الناس دي، لان احنا شغالين على خطه 30 يوم. خطه 30 يوم ديت كفيله ان تخليك تعمل باذن الله اول 20,000 جنيه وانت لسه جديد وانت لسه ابيض. ان شاء الله شدوا حيلكم، وباذن الله باذن الله تبقى بدايه موفقه ليك باذن الله. السلام عليكم.